شي مرة جربتوا مرقة لوبيا؟ لفة جرجير. أنا جيت. هلو. كالعادة البارحة قبل ما انام حلمت باللوبيا، فرحت وجبت لوبيا. اليوم رح وجيب الطنجرة يا عبود ورقص المعيون السود وخلي التمور ونعبي الطنجرة مي. شنو راح احتاج للباقة العطرية مالتي؟ هاي المرقة الوحيدة اللي اسويها هيجي، وبليز اذا تسووها لا تغيرون اي شي بيها، بس مثل هيجي. بصلة تمام وقرنفل. حطوا قرنفل يعني كمية زينة، لانه القرنفل راح ينطي اللحمة طعمة تجنن، وبعدين تسووها هيجي بالثوم وشغلات كرش صغير. وجيبي الطنجرة يا دندون. وش نسوي؟ اشعل النيران بقلوب المضغوطين. وطبعا قطعت وغسلت اللوبيا واللحمة تبقبق في قلبي. طبعا ما ننسى نغسل الطنجرة، جدرية مو طنجرة. زيت زيتون يا سلام. وننزل الثوم عشان ايش؟ اكتبوا لي بالتعليقات، خلينا نشوف اذا تعرفون الثوم على مود ليش. على مود ليش شنو؟ وانزل عليه اللوبيا المقطعة المغسولة. هنا انا دا اصور على البرنامج الاصفر، لا تنسون تتابعوني هناك. يا سلام. هنا أنا عندي مثل معجون الفلفل دبس فليفله، ونطيها طعم الا خمس صارت واخلطهم الريحه ما احكي لكم. هنا شنو عندي؟ المرقه اللي سلقت بيها اللحم وضفت لها عصير الطماطه. مثل وجهي تركت الدخان هاي 13 يوم، وتركت القهوه هاي 11 يوم. شوفوا وجهي، الدم ده يمشي بيه. شنو؟ وشنو نقول؟ اسبح. شدت فاتحه لايف قبل شويه. تشيرز. بديل القهوه مالتي عشق. لا تنسون رابط مالته بالصفحه. هسه راح ننقع تمن يروح لبيتهم. اللي يسوي لي بلوك ما سامحه. رز المختار احسن الاختيار. رز المختار الكل يعرفني، ما استغني عنه ابدا ولا ابد له. لا شنو ما يصير، يعني واحد صدق من اطيب الرز اللي انا استخدمه. طبعا راح اسوي زياده لانه باكر هم ناكل منه، ويعني دائما من تزيد الطبخه احطها بالبراد وناكل منها ثاني يوم. هسه ننزل عليها اللحم. طبعا اللحم دايب ونحط لها فلح وململ وبقبقي في كرشي، وصارت جاهزة يامي. وطبعا اللحمة دايبة.